زي ما قلت لكم امبارح ان محمد صلاح كان احد اسباب بعد ربنا سبحانه وتعالى وبعد طبعا مستشار مرتضى منصور وامير مرتضى. محمد صلاح ساعد نادي الزمالك وساعد الونش زميله في المنتخب انه كلم السفير الانجليزي عشان يطلع له تأشيرة انجلترا اللي بتاخد وقت كبير جدا، في خصوصا في الاوقات اللي احنا فيها دي عشان تطلع. وكان لابد من سرعة انهاء اجراءات الفيزا او التأشيرة لانجلترا عشان يلحق يعمل العملية، عشان تأخير بعد قطع الرباط العضلة الخلفية كل ما يتأخر كل موضوع ما يبقاش كويس. وبالتالي محمد صلاح كان سبب في يعني الحصول على التأشيرة، هو والفنان الزملكاوي أحمد عز. طبعا الفنان الكبير الفنان الموهوب أحمد عز برضو هو الاثنين كلموا السفير وخلصوا التأشيرة. النهاردة بعد العملية محمد صلاح نجم العالم ونجم مصر راح زار الونش بعد العملية، والونش بيشكره من كل قلبه. وعايز اقول حاجة مهمة كمان لازم نشكر، هو ما تصورش معاه محمد النني. محمد النني امبارح راح زار الونش، فلازم برضو نشكر النجم العالمي اللي بيلعب في النادي المتصدر للدوري الانجليزي نادي الارسنال كابتن محمد النني، راح زار برضو زميله محمود حمدي الونش امبارح. فواجب الشكر لكل هؤلاء، بداية مستشار مرتضى منصور اللي أصر إن العملية تتعمل مع أحسن دكتور في العالم، واللي بعد كده اتعرف إن هو في إنجلترا. برضو أمير مرتضى المشرف العام اللي عمل كل حاجة عشان يساعد الونش لسرعة التواجد وسرعة إجراء العملية والتواصل مع الدكتور. وطبعا الشكر موصول لمحمد صلاح واحمد عز الفنان الجميل، وطبعا شكر خاص للسفير الانجليزي في مصر اللي خلص التأشيرة بسرعة لنجمنا الكبير نجم مصر ونجم الزمالك محمود حمدي الونش.